بالنسبة للشاتر سبيد أو الزمن التعريض للضوء، ده المقصود بيه اللي هو الزمن اللي بيعدي من أول ما الشفرات بتاعة العدسة بتفتح عندي عشان تسمح بمرور الضوء خلال العدسة ويعدي في الآخر للسنسور بتاع الكاميرا، لغاية أما الشفرات دي تقفل العدسة خالص وتمنع الضوء من هو يعدي خلال العدسة عشان يروح عند السنسور. الزمن بتاع التعريض ده أو الشاتر سبيد ده أنا طبعا بتحكم فيه وبحط الرقم بتاعه في السيتنج بتاعي في الكاميرا. ليكن هنا مثلا يعني دي الارقام اللي انا بتحكم فيها في اعدادات التصوير. احنا بس هنركز دلوقتي على المؤشر اللي هو عليه المؤشر الاخضر ده، وهو المقصود بيه زمن التعريض. هو محطوط هنا ان هو هيبقى 2.5 ثانية. احنا عايزين نشوف في الاول يبقى مثلا زمن كبير شوية وليكن 4 ثواني، عشان نشوف بس البليدز وهي بتفتح وتقفل عشان تبقى واضحة معانا في الاول قبل ما نقلل زمن التعريض شوية. هنشوف دلوقتي اول ما نضغط على الزرار بتاع الشطر، شايفين اهو الشفرات يعني تعتبر عامله الفتحه بتاعه العدسه، قعدت 4 ثواني وبعد كده قفلت التعريض مره تانية. هنحاول ان احنا نقلل بقى الزمن بتاع التعريض جدا، هنخليه مثلا وليكن يبقى مثلا 1/15 من الثانيه عشان نشوف السرعه بتاعه الشفرات. بس يا رب تظهر في الفيديو. يعني شفتوا سرعه سريعه جدا. ممكن طبعا نقلل اكتر من كده، يعني ممكن نوصل للزمن بتاع التعريض عندنا ان هو يبقى ارقام يعني قليله جدا، 1/4000 من الثانيه. وفي كاميرات كمان معانا بتوصل 1/8000 من الثانيه. هنحاول ان احنا نضغط زرار التصوير. شفتوا يعني حاجه سريعه جدا، يعني ما تقدرش ان انت تتابعها وان انت تلمحها. طب لو انا دلوقتي عايز اعمل يعني فريزنج للاوبجكت اللي بيتحرك قدامي ده، هو بيتحرك يعني قدامي بسرعة كبيرة، وانا عايز اصوره، وليكن مثلا زي طائر بيطير في السماء، في عربية بتتحرك بسرعة كبيرة قدامي، في حد راكب موتوسيكل مثلا وعايز اصوره. يعني اي جسم بيتحرك قدامي وانا عايز اصوره، بس من غير ما يبقى فيه موشن بلور ظاهر عندي في الصورة، او زي ما اتكلمنا كده ان التفاصيل بتاعت الصورة تبقى واضحة وما تبقاش مطموسة او فيها ضبابية نتيجة للحركة بتاعت الاوبجكت ده في الكادر بتاع التصوير. قدامنا دلوقتي المروحة شغالة، وعايزين نشوف الشاتر سبيد بيأثر ازاي على الصورة، وبيأثر كمان معايا على الموشن بلور. هنصور دلوقتي بكذا فاليو او بكذا قيمة للشاتر سبيد، هنشوف كل قيمة للشاتر سبيد بتأثر ازاي على تفاصيل الصورة، وبتأثر معايا على قصة الموشن بلور، وازاي انا بتفاداها من خلال تغيير قيمة الشاتر سبيد. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن الشاتر سبيد او زمن التعريض بالنسبة للتصوير، واتكلمنا ان هو طبعا بيأثر زيه زي بقية العناصر بتاعت مثلث التعريض في نسبة السطوع ونسبة الإضاءة اللي بتحصل في الصورة، وكذلك كمان في إظهار التفاصيل بتاعت الصورة بتاعتنا. طبعا زي ما هو منطقي، كل ما زمن التعريض او زمن التصوير هيزيد معانا، كل ما ده معناه ان السنسور بتاع الكاميرا هيستقبل كمية ضوء اكتر، كل ما ده معناه ان السطوع بتاع الصورة والتفاصيل بتاعة الصورة كل ما تبقى اوضح معانا. هنطبق الكلام ده دلوقتي على التصوير بتاع النجوم او الكواكب في السماء. عندنا دلوقتي احنا مظبطين الكاميرا والعدسة بتاعتنا على كوكب المشتري زي ما احنا شايفين. دلوقتي ظهر معانا كوكب المشتري والأقمار الأربعة بتاعته. يعني هو ظهر في الكادر دلوقتي تقريبا 3 من الأقمار بتاعته، ممكن يكون الأمر الرابع بقى، يعني معرفش هو مستخبي ورا الكوكب ولا راح فين، الله أعلم. المفروض على الإعدادات التصوير اللي احنا شايفينها قدامنا، الرقم بتاع زمن التعريض هو اللي موجود على الشمال خالص ده، وده معناه إن احنا هنصور تقريبا حوالي 1/10 من الثانية. 1/10 من الثانية دي كده معناها انها ثانية، دي كده معناها ثانيتين. فكل ما نرجع لورا كده كده معناه ان انا بنقلل زمن التعريض بتاع التصوير. فنقول مثلا ان احنا هنصور على 1/10 من الثانية زي ما احنا شايفين كده، وهناخد صورة ونشوف هي عاملة ازاي. زي ما احنا شايفين الصورة يعني تعتبر معقولة لحد ما، يعني التفاصيل بتاعة الكوكب نفسه والأقمار يعتبر هم طالعين في صورة دوائر، ودوائر يعني سليمة مفيش فيها أي ديول أو تريلز،
فكده تعتبر الصورة مظبوطة إلى حد ما. أي نعم، طبعا التفاصيل نفسها بتاعت سطح الكوكب وسطح الأقمار طبعا مش هتظهر معانا في صورة زي كده، أو على عدسة اللي هي 300 مللي اللي أنا مركبها. طبعا التصوير بتاع الكواكب زي ما نعرف قدام بيحتاج عدسات، يعني طول البؤر بتاعها أطول من كده بكتير عشان خاطر نقدر نظهر التفاصيل بتاعتها بصورة أفضل من كده. بس اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي هو زمن التعريض، وقد إيه هو بيأثر على السطوع والتفاصيل بتاعت الصورة بتاعتنا. طيب هنحاول نزود الزمن بتاع التعريض شوية، وهنحاول برضو نقلل زمن التعريض عن كده، ونشوف ايه اللي هيحصل في الصورة بتاعتنا.